الشكلّامة من أحلى وألذ الحلويات الشرقية اللي إحنا بنعملها، وخصوصًا في المولد النبوي كل سنة وأنتم طيبين. هنعملها النهارده بطريقة سهلة جدًا ومقادير بسيطة، والنتيجة أحلى وأجمل وألذ من الجاهزة اللي بنشتريها من برّه، وهنطلّعها باللون الدهبي التحفة ده. نسمّي الله ونصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل الشكلّامة الحلوة دي إزاي. بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو تدعموني بلايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. عندي 4 بيضات يكون حجمهم صغير، ولو البيض حجمه كبير هتستخدمي 3 بيضات بس. هاحط عليهم كيسين من الفانيليا، وكوباية إلا ربع سكر بودر 150 جرام، وهاقلبهم بس نُص دقيقة بالمضرب السلك لحد ما السكر يمتزج مع البيض. هاحط عليهم معلقتين كبار سمنة بلدي، ومعلقة كبيرة عسل كلوكوز، وهاقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما العسل الكلوكوز يدوب ويبقى الخليط كله بالشكل ده. هاحط على خليط السوائل 3 معالق كبار دقيق متعدد الاستخدامات، هنخلهم زي ما أنتم شايفين. وطبعًا ما بنستخدمش بيكنج باودر خالص في الشكلّمة، بنعتمد على البيض كمادة رافعة. وبالنسبة لنوع جوزة الهند اللي هنستخدمه، هنستخدم جوزة الهند الناعم، ما ينفعش العريض أو الخشن. هتستخدمي لمقدار السوائل ده 160 جرام جوزة هند. ما تحطيش جوزة الهند كلها مرة واحدة، هتحطي جزء جزء وتقلبي، وشوفي هتاخد منِّك قد إيه. لمّا هتحطّي جزء، جزء هتتحكّمي في مقدار جوزة الهند، علشان ما تطلعش معاكِ ناشفة وتعرفي تشكّليها بالقُمع. كده تمام زي ما قُلت لكم مقدار السوائل دوّة أخَد منّي 160 جرام جوزة هند. حطّيت عجينة الشكلّامة في كيس حلواني ما فيهوش أي طيب أو قُمع، وهابتدي أشكّلها في صاج يكون مدهون بالزيت، عشان لمّا تستوي الشكلّامة ما تلزقش فيه، وهاشكّلها زي ما أنتم شايفين. وهازيّنها بأنصاف من الكريز وهادخّلها فرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق على الرف اللي في النُص. هاشغّل من تحت بس النار تكون وسط، ما بنعلّيش النار على الشكلّمة علشان جوز الهند بيحمَر بسرعة، فهتاخد لون من برّه وهي لسه ما استوتش من جوّه. أول ما تخرج من الفرن وهي لسه سخنة أخدت اللون الدهبي الجميل ده، هاسقيها بشربات خفيف من بتاع البسبوسة، ومش هنبالغ في كمية الشربات، كل واحدة هاحط عليها حوالي معلقتين شربات. حطيت على كمية الشكلّامة دي كلّها حوالي كوباية إلا ربع سيرب. وهاسيبها تبرد تبقى دافية كده، وهاغطيها بستريتش أو بفوطة مطبخ وعليها كيس بلاستيك لحد ما تبرد خالص. شايفين بقى شكلها ما شاء الله، التسوية بتاعتها مضبوطة جدًا وآخدة لون دهبي جميل من فوق ومن تحت، مستوية من قلبها وطرية جدًا وطعمها تحفة. إن شاء الله هتجربوها وهتنجح معاكم من أول مرة. ما تنسوش بقى لو عجبكم فيديو النهارده تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله، دمتم في رعاية الله. كل سنة وأنتم طيبين، سلام عليكم.